واش القرار ديال استيراد العجول غادي ينزل اسعار اللحوم في المغرب؟ واش هذا القرار كذلك غادي ياثر على الكساب المغربي؟ وزاره الفلاحه اعلنت على قرار الاعفاء من الرسوم الجمركيه بنسبه 2.5%، والاعفاء كذلك من الضريبه على القيمه المضافه بنسبه 20% على الاستيراد ديال العجول. ولكن هذا القرار كيهضر على العجول الموجهه للذبيحه، ماشي العجول الموجهه للتسمين. هذا القرار جاء من بعد التراجع ديال الانتاج المحلي بسبب ارتفاع التكلفه ديال الاعلاف، واللي ما بقاش كيشجع الفلاح انه يستورد العجول من الخارج ويكسبها، وهذا الشيء اللي خلى ان العرض يكون قليل في السوق مقارنه بالطلب، والشيء اللي نتج عليه ارتفاع اسعار اللحوم في المغرب من 70 درهم حتى ل 120 درهم للكيلوغرام. الوزاره كانت كترخص باستيراد ما يقارب 20,000 عجل كل عام موجهه للتسمين، وحاليا اصبحت كترخص باستيراد ما يقارب 30,000 عجل موجهه بشكل مباشر للذبيحه. يعني الوزاره كتفكر انها توفر العرض للمستهلك اكثر ما كتفكر في المصلحه ديال الكساب المغربي. عوض ما ندعموا الكساب المغربي اصبحنا كندعموا الكساب الاجنبي. والسؤال اللي كيبقى مطروح، علاش ما ندعموش الزراعات العلفيه اللي هي الاساس ديال الانتاج ديال اللحوم والحليب في المغرب، عوض ما ندعموا الفلاحه التصديريه؟ بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال، خاصكم تعرفوا ان الثمن ديال السوق غادي ينزل بنسبه 20% على الاقل، حيت العرض غادي يكون موجود. هذا الشيء علاش خاصكم تعاودوا تضربوا الحساب ديالكم باش تعرفوا بشحال الثمن اللي خاصكم تشريو به العجل، وكذلك شحال التكاليف ديال الاعلاف والخدمه، وشحال هي الارباح ديالكم، باش تعرفوا كذلك بشحال خاصكم تبيعوا في السوق. والنصيحه الاخيره اللي نقدر نقول لكم ان الربح تيكون في المشرى ماشي في البيع.